فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه بتسأل عليها من اول السنه، موضوع شائع كل سنه بنتكلم عنه. مكاوي ايه احسن استايلات شعر السنه دي 2023؟ فيديو النهارده هقول لك على احسن استايلات عامله ترند السنه دي واستايلات خرجت من الموضه اوعى تعملها لشعرك. تعال نشوف الحوار ده. اهلا بيك يا جماعه، معاكم مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل بتواجهنا سواء في صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبان في احسن صوره وننجز شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان ما تفتحش جديد كل اسبوع. وبالمره وانت تحت كده قول في الكومنتات ايه ستايل شعرك اللي انت عامله السنه دي، وهل غيرته بقالك فتره ولا لا؟ قول تحت كده، عايزين نعرف انت بتعمل ايه. تعال نشوف موضوع النهارده. وبالمناسبه قبل ما نشوف موضوع النهارده، انا فعلت خاصيه الانتسابات، هتلاقي زر الجوين تحت جنب زر السبسكرايب. الكلام ده للناس اللي على موبايلات اندرويد بس، لو معاك ايفون فادخل من على اللابتوب عشان لسه الايفونات ما بتدعمش خاصيه الانتسابات. لو انت انتسبت معايا وبقيت عضو في القناه هيجي لك مميزات غير باقي المشاهدين. بنقي منكم كل اسبوع ناس ابعت لها هدايا، وبدخل معاكم كل اسبوعين لايف ارد على اسئلتكم واعرفكم شخصيا. فما تضيعش وقت، انزل اعمل جوين، وعايز اشوفك واعرفك شخصيا ونتكلم مع بعض. تعالوا بقى نشوف موضوع النهارده. استايلات شهر 2023، ايه اللي عامل قلق وايه اللي خرج من الموضه؟ كالعاده معانا كل سنه في حاجات ثابته ما بتتغيرش، وفي حاجات بتطلع من الموضه وحاجات بتخش مكانها. الكلام ده مش شرط يعجبك او ما يعجبكش، انا بتكلم ايه اللي ماشي في السوق اليومين دول، ايه اللي ترندي مع المشاهير، وايه اللي بيطلع في المجلات وكده، وعلى اساسه معظم الناس بتمشي. في حاجات ممكن تعجبك وحاجات لا، مش شرط، عادي. دي حلاوه الستايل والموضه، ان الموضوع سبجكتيف، كل واحد ليه اللي يعجبه وليه اللي ما يعجبوش. الموضوع ما فيهوش ابيض واسود، كلنا لينا اراء في الموضوع، عادي. تعال بقى اقول لك على اكتر 5 ستايلات عاملين قلق السنه دي للشعر. يلا نشوف. اول ستايل معانا، وده بقى له سنتين راجع تاتا كده، والسنه دي باين خلاص، وهو الفرنش كراب. ده ببساطه بتشيل الجناب زيرو ورا زيرو، ومن فوق بتجيب شعرك على قدام. في ناس بتحبه ستريت، وفي ناس بتحبه حاجه زي ميسي كده، بس هو قصير في الغالب. الستايل ده حلو جدا لو انت ما بتحبش الهير لاين بتاعك او قورتك كبيره تغطي تفاصيل اللي انت ما بتحبهاش دي. مشكله الستايل ده ان الخط بس اللي بيفرق بين الزيرو وبين الشعر اللي فوق، مش عايزينه خط باين، عايزينه فيدد عشان الموضوع ما يسرسكش مننا. الستايل ده مناسب جدا للشباب من 25 ل 30. بلاش تعمله وانت اصغر من كده، مش هيبقى حلو في الجامعه، هتبقى شكلك مميز بزياده. وبمناسبه الجامعه نيجي هنا لتاني ستايل، وهو ببساطه الكيرتنز. وده مش اسمه، ده يعتبر تنمر عليه. وهو ببساطه لما بتفرق شعرك في النص وتجيبه على جنبين. شعرك طبعا في الحاله دي طويل وستريت مش مموج. الستايل ده راجع بقوه جدا خصوصا بين الشباب الصغير. هتلاقي ان معظم ستايلات السنه دي طويله شويه، في نوع من انواع الكسل، الناس ما بقتش تحب تحلق زي الاول، كله بقى سايب شعره يطول، ودي من اهمهم. دي محتاجه بس شويه زنجفه تقص الاطراف من الجناب ومن فوق عشان شعرك يفضل هيلثي، وتسيب الباقي يعوم زي ما كان. ترجع لورا هتلاقيه بيفرق جنب يمين وشمال، وتعشت على كده. حاول بس ما تسيبوش جاف، حط فيه ستايلنج كريم خفيف كده. هسيب لك لينك لكريم تسريح انا بحبه جدا تحت في الديسكربشن، بعد ما تشوف الفيديو انزل جيبه هيعجبك جدا. الكيرتنز بالمناسبه شباب الثلاثينات لما بيحبوا يبانوا اصغر بيعملوه، بيرجعوا كده لسن الجامعه. حلو يا سيدي، نخش بقى على تالت ستايل شعر معانا عامل قلق جدا في 2023، وهو ببساطه السليك باك سووب. وده زيه زي الكيرتنز بالظبط، بتسيب الجناب وفوق طويل، وبدل ما تسيب شعرك يقسم يمين وشمال بترجعه كله على ورا. هتلاقي حبه نازلين قدام والباقي كله راجع على ورا. الستايل ده رجع موضه جدا لما كابتن امريكا عمله في افنجرز، وريموند عمله في المسلسل، مش فاكر والله اسم المسلسل ايه، تقريبا اسمه جنتلمان. الستايل ده برده بتحتاج كريم تسريح ما فيهوش هولد، ما يمسكش، بيدي لمعان خفيف بس لشعرك عشان ما يبانش جاف وفريزي متطاير. بتحط الكريم في ايدك تفركه كويس، تعمل له اكتيفيشن وتفرده في شعرك كده، تبين اللي هو حيوي عايش بس مش جاف وناشف. ترجعه على ورا وتسيب عوامل التعريه تديله الشكل بتاعه. والرجاله طبعا حبت الستايل ده عشان فيه كميه كسل رهيبه، محدش بيقص شعره. تسيب الموضوع يطول زي ما عايز، تقص الاطراف بس وخلاص. والستايل ده بيليق جدا بعد ال 30، من اول 30 ل 40 كده بيخلي شكل الراجل على وضعه، تحسه خبره كده. لو انت صغير وعايز تبان اكبر من سنك شويه اعمله على وضعه. حلو يا سيدي، نيجي هنا رابع ستايل معانا بقى، وده انا بسميه السايد بارت. ده من فوق بيبقى طويل، ومن الجنب كده عامل حاجه زي اندر كات، بس مش اندر كات، عامل اللي هو فيد خفيف، لو فيد. الاندر كات بيبقى الفيد زيرو، بس في الستايل ده بيبقى الفيد على 2 تقريبا. في شعر بس قصير، ومن فوق طويل فشخ. بتقسمه بقى من الناحيه دي او الناحيه دي يمين شمال، مش في النص زي الكيرتنز. الستايل ده انا بسميه ستايل جورج كلوني، هو اللي مخليه على وضعه طول السنين اللي فاتت. بيطلع ويخش في الموضه، السنه دي راجع في الموضه وكذا سيلبرتي عامله، وطبعا الماجازينز والمجلات بيشتغلوا جدا على الحوار ده. كل المودلز بتقلد نفس الكلام. هتحتاج كريم تسريح من غير هولد، تسيب شعرك يلعب زي ما هو عايز، تديله بس الطريق، انت هتمشي هنا وانت هتمشي هنا، وتسيبه بقى عوامل التعريه تديله شكل. المهم انك تحط كريم تسريح يديله بس لمعه بسيطه عشان يبان انك قاصد، وتسيب الجمدان يبان لوحده. الجمدان يبان.
ماشي بقول شعر والله. بالمناسبه لو في فايدك باي حاجه لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما يفتكش جديد كل اسبوع. وبالمناسبه انا فعلت خاصيه السوبر ثانكس، هتلاقيها جنب زرار الداونلود، روق عليا زي ما بروق عليك لو الفيديو فايدك رايحه جاي. حلو يا سيدي، نيجي هنا لستايل الشعر اللي بعده. طول عمره عامل قلق، عمره ما خرج من الموضه، وهو الباز كات. اظن انت عارف ده ستايل معانا من بقاله قرن تقريبا، ستايل ماسكلين جدا على وضعه. مشكلته بس انك محتاج تبقى اثليتيك فت، وشك تفاصيله باينه، الجو لاين وعظمه، ما ينفعش يبقى عندك خدود وتبقى عامله، ما ينفعش، لازم تخس، جسمك يبقى رياضي. ستايل حلو جدا انه ما فيهوش اي صيانه ولا مينتيننس، سهل جدا تصحى الصبح تنزل على طول، مش محتاج ولا كريم ولا حوارات ولا ايا كان، بينجزك وسهل جدا. غالبا ده الستايل اللي انا هعمله الفتره الجايه لما ازهق، لما اغير ده. وبالمناسبه نيجي للستايل اللي بعده، وهو اللي انا عامله دلوقتي، وهو الهاي سووب او الهاي كويف. وده ببساطه زي ما انت شايف كده، شعري طويل من فوق والفيد عالي من الجنب، بس طبعا مش اندر كات، مش زيرو، بعمل فيد على 2 او 1.5 عالي زي ما انت شايف. في ناس بتفضل تسرح الستايل ده بكريم تسريح فيه هولد يمسك الشعر في مكانه، بس انا بصراحه بحبه ماسي، بعمله بكريم تسريح من غير هولد، بحبه يلعب زي ما انت شايف كده، شعر يجي على قدام، شعر يجي على ورا، يحصل فيه تكتشر وشكل، بيبان مقصود على غير مقصود، فاهمني؟ ودي حلاوته. ده ستايل الناس الجامده لا مؤاخذه، بيجيبوا من الاخر، ستايل مودرن على التسعيناتي في نفس الوقت، ودي الفتره اللي انا بمثلها. هسيب لك لينك تشتري منه كريم التسريح المفضل بتاعي تحت في الديسكربشن في اول كومنت برضه. وبالمناسبه هنا هنيجي للستايلات عايزك تبعد عنها خالص، وهما 2 حرفيا كانوا ترندي وخلاص طلعوا من الموضه خالص، اوعى تفكر فيهم، وهما التوب نوت. ده كارثه، اوعى تعمله. طول شعرك عادي وافرده وسيبه يسرح، ما تعملش التوب نوت، ابوس ايدك بلاش، خلاص انقرضت. وطبعا معانا المولت، ودي كانت كارثه من اول ما نزل ترند، اصلا هي لسه ترندي شويه بس انا شايفها كارثه، اوعى تعملها، انا مش شايف فيها اي حاجه حلوه اطلاقا. وستايل تاني برضو لازم نمنشنه، وهو الاندر كات العالي شويه، اللي هو الجناب الزيرو وشعرك فوق طويل فشخ، والفيد بتاع الجناب عالي فشخ. حاول تخف الكلام ده الفتره دي، فيد الزيرو قرب ينقرض اصلا، فلو بتحبه اعمله لو، بلاش عالي خالص، مش عايزك تبان غريب اليومين دول، خليك مميز بس مش اوفر. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي اقول لك النهارده. لو عندك ستايلات انا نسيتها او انا ما خدتش بالي منها قول لي تحت في الكومنتات. وبالمناسبه لو وصلت معايا لحد اخر الفيديو هنا قول لي تحت في الكومنتات، الجمدان لازم يبان، عايز اعرف مين اللي قاعد معايا لحد اخر الفيديو. ولو الفيديو فادك او علمك اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما يفتكش جديد كل اسبوع. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. لو الفيديو ده عجبك ادخل شوف الفيديو ده، هقول لك على الحيل شياكه سحريه محدش هيقولها لك غير طبعا مكاوي. مستنيك هناك.